حصة مشكورة على هذا النص المثير المدهش. طبعا أول ما ننوه به في هذه القصيدة أنها نابعة من تجربة حياتية، ودائما نحن نقول أنه الشاعر يجب أن ينتبه إلى تجاربه الذاتية وينطلق منها في قول القصيدة حتى يستطيع أن يسير بها بشكل جميل ويتفرغ لتجميل العبارة وتجميل الصورة الشعرية. لم أشعر في هذه القصيدة أن الشاعر تبحث عن معنى ولا تبحث عن كلمة. الكلمات والمعاني تأدت متضافرة بعضها مع بعض ودون حشو ودون استزادة. من جماليات هذه القصيدة طبعا موضوعها هذا موضوع إنساني، موضوعهم بنات آدم كلهم، وبخاصة في البيئة التي تتحدث عنها الشاعرة التي فيها هذه التجربة. الموضوع طبعا وزعته ما بين مواقف الرجال والنساء، بين موقف الضعف والاستسلام وبين موقف الجبروت. في هنا ملاحظة جميلة، يعني أنا يمكن أول مرة تمر معي في قصيدة هذا الأسلوب الذي اتبعته الشاعرة في توصيف الرجل والمرأة في موقف كل منهما تجاه الآخر، اللي هو يمكن إحنا نستطيع نسميه بالتصوير الكاريكاتيري، اللي هو يستند إلى إيصال التصوير إلى مرحلة الإضحاك والسخرية من الشيء، وهذا أبلغ ما يمكن أن يكون في إصابة الهدف الذي قصدته الشاعرة. فالرجل في الأبيات التي قالت لو كان واحدهم يقود الطوابير عند الغنج ومن الغنج كالحيلة ولو أنه أبو زيد إلى آخره، لو هو خزته طفلة غدا وحليلة، هذه الأبيات تبين منتهى الضعف والاستكانة عند الرجل في مقابل منتهى الجبروت عندما يكون أمام زوجته وعائلته. هذا التصوير الكاريكاتيري فعلا أنه غاية في الجمال. كذلك أريد أن أنوه هنا بالقافية التي اتبعتها الشاعرة في الشطر الأول. لقد استغلت القافية التي تعتمد على جمع الذي على وزن المناكير مفاعيل، فجاءت كل الأبيات ما عدا بيت واحد على هذا الوزن، وهذا الوزن الشاعرة أحسنت استغلاله للقافية لأنه يصلح لجمع النساء وجمع الرجال كجمع تكسير، وهذا ذكاء من الشاعرة. علاوة على ذلك فهنالك نوع من الإحالات الثقافية جاءت في هذه القصيدة. أولها لما قالت إنه جامعين الرفق مخطي جامعين القوارير، طبعا إشارة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير الذي جاء بطريقة غير مباشرة لتبين الشاعرة أن هؤلاء الرجال يخالفون ما جاء في هذا الحديث. كذلك كروش والكحيلة اللي هم من السلالات المعروفة في الخيول، أبو زيد والزير كذلك إحالة إلى السير الشعبية المعروفة. كذلك في عندنا إشارة هذه الإشارات الموجودة هنا. أنا أرى هذا النص جميل جدا وأشكر الشاعرة عليه وأتمنى لها التوفيق. الله يجزاك خير. بداية أنا أمسي بالخير على كل الحضور والمشاهدين من الشاشات. أختي حصة قدمتي نص مميز شعريا، مميز في فكرته، بحيث استطعتي أن تديري دفتين في هذه القصيدة، دفة الموضوع ودفة الشعر. تمسكتي، استطعتي أن تمسكي بالاثنين بتوازن وبقوة، وقدمتي نص جميل ومميز، رغم أن الكثير من الريايل ما بيعيبهم الموضوع اللي موجود في هذه القصيدة والفكرة، إلا أنها يعني يجب أن نعترف بأن حقيقة موجودة فعلا في بعض الرجال. في المقابل أنا يحضرني بيت ورد عند علي الهلالية، وأيضا ورد في قصيدة ابن ظاهر، واعتقد أيضا عند الخلاوي، اللي هو يقول كم من صموت الحي أو الحي تبلى بعاقة، وكم عاقة تبلى بذرب الفعايل. يعني الحدوث الأمر هذا أيضا عند الرجال ممكن مثل ما هو موجود عند النساء. يعني بناء النص كان محكم من وجهة نظري، عندش توظيف دقيق للمفردات، المفردات ذات الدلالات الأنثوية أيضا موجودة بصورة طاغية. أعجبتني لغة النص المستمدة من بيئة البداوة اللي هي أصلا مرباط، انتي نواوير، زاهير، قومك مداوير، شغاية مسيلة،
يعني كثير من المفردات. أيضا توظيف المفردات المتعلقة بالفروسية أعجبتني في النصف الثاني من القصيدة: الحصان، المهر، الصهيل، الرسن والعنان، وأتت بدلالات دقيقة في مكان توظيفك لها في الأبيات. أعجبتني الكثير من الأبيات، يعني لو أنه أبو زيد ولا أنه الزير لو خزبتها الطفلة غدا وأحليلة. أيضا عجبت الرسن ما فات قبلك غنادير، وكم بالعنان الحراير ذليلة. يعني هذا البيت نجد أن الفكرة المميزة الموجودة فيه والقوية في دلالتها لم تغب عنها الشعرية أو الصياغة الشعرية الرائعة والمميزة. أختي حصة، أنت كان لك في هذا النص من الشعر حصة كبيرة جدا، أحييك وأشكرك على هذا النص الواعي وأتمنى لك التوفيق. الله يجزاك خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. نمسي حضورنا الكريم في المسرح ومتابعينا من عبر وسائل الإعلامية. ريمية أو حصة هلال، بيض الله وجهك على القصيدة. الله يجزاك خير. الإخوان أشادوا في النص، وأنا أيضا أضيف إشادتي إلى هذا النص الجميل الذكي. يعني اختيار الموضوع ضروري جدا، وأنا أركز وأعيد، والكلام هذا للشعراء الزملاء أخوانك، بأنه فعلا هذا المنبر بحاجة إلى مثل هذه المواضيع لتخدم المجتمع. ولو أن يعني حصة كنت غاسية على الرجل نوعا ما. ذول الرجال أبو خالد، لو أقول لك يعني ما تصدق النص هذا حبوه الرجال يمكن أكثر من النساء، واللي حتى نصحوني فيه من القرايب هم رجال، قالوا إن شاركي فيه. قالوا هذا النص فعلا. أنا يعني اللي نصحك ما غشك النص هذا. الحقيقة أن الرجال يعني يعجبك فيهم المنطقية والعقلانية، يعني لما تقنعهم بعقل وبمنطق يقتنعون. عكس الحريم يعني؟ لا ما أقول، ولكن خبرتهم لا تفرطني. الله يسلمك. حصة الحريم ما يتقبلون مثل هذا الطرح، يعني لو رجل مكانك وقال مثل هذا الطرح يمكن الحقيقة لو في تاريخ الشعر النسائي الشاعرات القديمات لديهم من الشجاعة ما يكفي للاعتراف بالآلام أو الأوجاع الداخلية. حصة مويضي البرازيل ايش تقول؟ أول مرهوصة إذا فرقنا بين الاسمين أو جمعنا الاسمين في شخصية واحدة. مويضي نفسي تبنيني رجال الشجاع وديبهم مناعير صلفين. وتقول أيضا شفي بمندسن بوسط الجماعة، يرعى غنمهم والبهم والبعارين لو أقضبه مشتدة في كراعة، ما هو بشاكيني ولا الناس دارين. وهذا الحقيقة أكثر منها جرأة. شوفي أمنية مويض البرازيل ايش تبي لها رجالا على كيفها. ولكن كان في المجتمع من رحابة الصدر ما يكفي لكي تجد مويضي رجلا في ذلك الزمان. صحيح. السؤال اللي بطرحه حصل هذه على يعني الدكتور قال إنها تجربة شخصية. الحقيقة أنها تقدر تسميها يعني التجربة الشخصية، أو على لسان فئة كبيرة من نعم على لسان فئة كبيرة. أنت لو أنا في مجتمعي لو التفت ألقى عمه وخاله وأخت وأم، صحيح. وألقى مرة بنفس التجربة. نعم. ويجوني والله الحريم يطلبون مني قصائد كثيرة. حصة فيها أبيات من الواقع كثيرة. نعم. أنت قلتي كلام منطقي، الرجل لما يسمع كلام ولامسه في المجتمع من الصعب أنه ينتقد مثل هذا الطرح. دايم ضحاياهم بنات المناعير، كم شيخ تنحط عليها خبيلة. هذه واقع. هذه مصيبة. كومة وراعين تحج المعاذير تصعب على بنت الحصان الأصيلة. كم واحدة لوعها رجلها ولكن متقضبة وسبها الوراعين اللي عندها. لأن الأم هي حد من حدود الدنيا. إذا الأم ما ضحت، وأجمل ما في ذل المرأة هو أنه من أجل الأطفال، هذا غاية النبل. صحيح. أنك تضحي علك الرسن ما فات قبل غنادير، وكم بالعنان من الحراير ذليلة. أم اشلعي وادعي بقلبها مسامير، ولا اصبري صبر القلوب الهبيل. هذا تحريض واضح على التمرد. عموما حصة أنا أحييك على هذا النص، وجاء على المسحوب دائما يناسب القضايا الاجتماعية. حصة أديب لك كتابات ودواوين كثيرة، وأيضا في هذا النص سجلتي موقف سوف يحسب إلى ريمية في هذا المسرح وفي هذا البرنامج. أنا أحييك وأتمنى لك التوفيق وعساك على القوة.